مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من مسلسل حكيم باشا، ويا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك عشان اوصلكوا شعر بالحلقه الجديده اول ما انزلها. وبدايه الحلقه والجرح بيقول لحكيم خد بالك من عمك وولاد عمك كمان لان هما بداوا بالغدر. لكن حكيم بيكون متعصب جدا وبيقول ان انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليهم من شري، لاني انا لما بغدر بالكل كمان، وخايف احسن شر يطولهم. وعمال يقول الله غالب الله غالب. وبعد كده بيفتكر ازاي اولاد عمه وعمه كمان غدروا بيه وكمان وقفوا له وغدروا بيه وباعوه، ويفتكر الغدر اللي شافه في عينين عمه لما فضل عياله عليه، ويفتكر بحر لما رفع عليه السلاح وكان عايز يقتله. زمن قاعدة مع بحر وبتقول له خد بالك من برنسة، دي برنسة مش سهلة وعاملة زي التعبان وبتغير لونها كل شوية ولازم ان احنا نخلص منها. في اللحظة دي بتسمعها برنسة وبتقول حتى انت يا زمن ده انت طلعتي مش سهلة خالص، بس اكيد اخويا هيرد عليكي ويوقفك عند حدك. في اللحظة دي بيرد عليها بحر وبيقول لها مش دلوقتي، احنا مش بنفكر في برنسة، احنا بنفكر في حكيم، نخلص من موضوع حكيم وبعد كده انا هخلص من برنسة. انا مستحيل اخليها تفضل في القصر ده، انا هحطها في المنظرة اللي موجودة تحت الجبل بتاع امي واخلص منها كمان، وساعتها يا بنت هخليكي ست القصر دي وهتتحكمي في كل حاجة وانا هكون الكبير. في اللحظة دي بتقوله هو صحيح برنس هتاخد نصيبها زيكم بالظبط؟ فبيقول لها احنا ما عندناش بنات بتورث. في اللحظة دي بتقوله بقول لك ايه صح، بالنسبة للواد اللي اسمه ياسين ابن هلال المحاسب انا عايزاك تاخده تحته طوعة، والعداوة اللي بينكم بقالها سنين المفروض ان هي تنفض دلوقتي لان هو الوحيد اللي هيقف في صفك وهيساعدك كمان، وخصوصا ان هو عارف حاجات كتيرة جدا عن ممتلكات حكيم، يعني ممكن يفيدنا في الموضوع ده. فبيقول لها خلاص ماشي. وبالنسبة لبرنسا مش هطول ولا جنيه. في اللحظة دي برنسا بتتصدم وبتقول حتى انت كمان يا بحر عايز تعمل فيا كده، عايز تاكل حقي، وتبقى طبعا مصدومة جدا. في اللحظة دي بتيجي لومة واول ما بتشوفها برنسا بتقول لها مالك انت كمان يا بومة، ولا انت جاي عشان تقسمي معانا في الارث؟ راحت قالت لها ايوه هقسم معاكم، لكن انا مش عايزة غير حكيم وبس، انا عايزة قلب حكيم وعايزاه يكون ليا، عشان كده انا عايزة احط ايدي في ايديكي ونخلص من حريم حكيم، وساعتها انا هخلي حكيم يبعد عن كل حاجة وهاخده اسافر. في اللحظة دي بتقول لها وتذكرة السفر هتكون هدية مني ليكي. فلومة بتقول لها وانا موافقة وهخلصك من اللي اسمها غزل اللي مسيطرة على كل حاجة في القصر، لكن بتقول لها ان برنسة ان مفيش حد يقدر يعمل اي حاجة غير بمشورتي. في اللحظة دي بتقول لها لومة بمناسبة المشورة على فكرة غزل تحت اما تعمل حمام وكمان بتحشي لحمة مفرومة، فبتجن جنونها برنسة وبتنزل لغزة وبتقول لها هو انت بتعملي ايه يا بنت المركوب؟ فبتقول لها ان انا بعمل حمام وبحشيه لحمة مفرومة. راحت قالت لها ازاي تفتحي التلاجة وكمان هتحشي حمام لحمة مفرومة، يعني الغلا هتحشيه بالغالي. وبتمسك السكينة وبتحاول تقتل غزة. في اللحظة دي بيدخل حكيم وبيقول هو في ايه وليه بتتخانقوا؟ في اللحظة دي بتقول غزة كل الحكاية يا حبيبي ان برنسة دخلت وقررت ان هي تقطع السلطة، لكن انا رفضت وقلت لها شايلينك في عوزة وانا هعمل الاكل لجوزي وانت لما تتجوزي ابقى اعملي له الاكل. لكن برنسة بتقول لها ان دي كدابة، انت عارف يا حكيم ان هي اصلا بتعمل الحمام محشي لحمة مفرومة. فحكيم بيقولوا فيها ايه دي؟ فبرنسة بتقول انا اقصد يعني بما انها تحشي الحمام لحمة مفرومة تطلع ديك رومي وتحط الحمام فيه. في اللحظة دي حكيم بيقول لها ان انت عندك حق. اول ما بيمشي الاتنين بيتخانقوا. بعد كده بتيجي صفا وبتقول له مالك يا حبيبي انت ليه متضايق كده؟ فبيقول لها ان باب الغدر فتح انيابه وانا خايفة احسن شر يأثر على العيلة كلها ويطول ولاد عم كمان، عشان كده انا عايزة اخلص من كل ده وبفكر ان انا اسيب كل حاجة واهرب كمان، بفكر ان انا اوزع الورث لولاد عم. هو بتكون برنسة واقفة بتتصنت وتبقى فرحانة جدا وبيقول لها حكيم ان انا عايزة اسيب كل حاجة وهج كمان اخدك انا وابني ونهج بعيد وناكلها انا وانت بعيش وملح. فطبعا برنسة بتبقى فرحانة. فصفا بتقوله المكان اللي هتروح يا حبيبي هكون معاك فيه حتى لو هناكلها حاف، كفاية عليا محبتك ليا وكفاية ان انا افضل جنبك. فبيقول لها يعني انت موافقة؟ فبتقول له خلاص ماشي. فبيقول لها ان انا خلاص تعبت وزهقت من كتر الشيلة اللي انا شايلها دي، وحسيت ان باب العداوة هيتفتح بيني وولاد عمي، فقررت ان انا اقفله من بدايته وان انا اوزع الورث واخلص من كل ده. في اللحظة دي بتيجي غزة وبتقول لحكيم ان ابنك مش بيحب ينام غير لما بيشوفك وينام في حضنك كمان، ويلا يا حبيبي قوم خد لك دش عشان تغير لبسك وتيجي تاكل الاكل اللي انا عملته لك. في اللحظة
دي طبعا لومة بتقول ان الليلة ليلة النهاردة، لكن حكيم بيتعصب وبيقول ان النهاردة انا هنام عند صفا، وكمان نوح هينام في وسطنا احنا الاتنين. في اللحظة دي طبعا لومة بتتضايق جدا وبتمسكها برنس وبتقول لها صدقي ان انا اتكسفت عشانك، هو انت دايما كده؟ اسمعي كلامي ولمي خلقاتك وروحي عند اهلك اللي انت بقالك سنين مقطعاهم. بعد كده حكيم بيقول ان انا هدخل اتكلم مع عمي كلمتين وانا هجيلك دلوقتي يا صفا وخلي معاكي نوح. في اللحظه دي بيبص لغزل وبيقول لها روحي نامي لاني انا مش هاكل. غزل طبعا بتبص لصفا وتبقى غيرانه جدا منها. اما بالنسبه لبرنسة تبقى عماله تفكر ايه اللي هيحصل بين حكيم وكمان ابوها. بعد كده بيكون قاعد نوح وبيخبط الباب وبيقول ادخل يلا بره، ويتفاجئ بحكيم وبيقول له ايه ده يا ولدي، انت من امتى بتدخل عليا وبتستاذن قبل ما تدخل؟ انت تدخل على طول بدون استئذان. لكن حكيم بيقول له الكلام ده كان زمان يا عمي قبل ما يخش الغدر في وسطينا، وكمان تفرق بيني وبين عيالك. في الاول انا كنت بالنسبه لك كل حاجه وكنت مفضلني على عيالك، لكن دلوقتي باب الغدر دخل من وسطينا وانت كمان اللي غدرت في الاول. في اللحظه دي بيقول له عمي انت فاهم الموضوع غلط، وان انا اللي انا بعمله ده عشان خايف عليك من عيالي ومن شرهم كمان. فبيضحك حكيم وبيقول انا عارف كل حاجه يا عمي وعارف مين اللي فتح الشر كمان. وبيقول له هو انت بعت لي الجرح ليه من الجبل؟ كنت عايز ايه؟ وليه كنت بتسأل عشان اللوب بتاع الالغام؟ كنت عايز توصل ايه؟ هو انت كنت عايز تدخل المغاره؟ ليه عملت كده يا عمي من غير ما تقولي؟ ولو كنت عايز تخش المغاره دي وكمان عايز تاخد كل حاجه فيها كنت قولي انا وانا كنت جبتهم تحت رجلي. لكن الواضح يا عمي ان انت فضلت عيالك عليا. بس انا بقولك دلوقتي ان انا خلاص الشيله تقلت عليا، وان انا خلاص قررت ان انا اوزع كل حاجه على عيالك، وان انا مش عايز اي حاجه من الورث ده. شوف انت عايز هتوزع الورث ازاي وانا تحت امرك. في اللحظه دي بيقول له بس انت ليك نصيب في كل ده يا حكيم. لكن حكيم بيرفض وبيقول ان انا مش عايز اي حاجه، وكل حاجه طبعا المفروض تكون ملكي انا، لاني انا اللي شقيت وتعبت فيها. انت ليك بس 500,000 اللي انت سرقته من ابو واصل الله يرحمه قبل ما يموت، غير كده انت مالكش اي حاجه. بس بسبب 500,000 دي احنا كبرنا تجارتنا، والخير اللي احنا فيه ده بسبب 500,000. فطبعا نوح بيقوله ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ الحيطان لها ودان ويمكن حد يسمعنا في القصر. لكن حكيم بيقوله ان انا خلاص ما بقتش اخاف من اي حاجه، والشيله خلاص انا شلتها من على دماغي، وان انا ما بقتش عايزه افتح باب العداوه مع اي حد تاني. انا حياتي بقت على كف عفريت بسبب الحمل التقيل اللي انا شايله، وكمان الملك اللي احنا عايشين فيه ده على فكره الفلاحين كلهم لهم فيها، احنا كنا بنسرقهم وننهارهم وكمان بنديهم الفتافيت اللي فايضه مننا. في اللحظه دي بيقول له نوح انت تقصد ايه؟ ان انت عايز تديهم حقنا؟ في اللحظه دي بيقول له ان انا مش عايز اي حاجه وان انا هديك الملك كله. بعد كده بيفتح الباب ويتفاجئ بولاد عمه وبيكونوا واقفين وبيستنطوا عليه. في اللحظه دي بيقول لهم حكيم ان انتوا دلوقتي موجودين واديكوا ابوكوا وقصادكوا دلوقتي، وان انا هسيب لكم الورث كله وان انتوا تقسموه كمان وانا مش عايز منه اي حاجه. في اللحظه دي بتقول لهم برنس خلاص نقسمه كل واحد تلت. لكن طبعا البحر بيرفض وبيقول انت عايزه تتساوى زينا؟ هي فين شرع ربنا؟ راحت قالت له برنس شرع ربنا ايه على اساس ان انت تعرف ربنا؟ فحكيم طبعا بيضحك وهو شايف ولاد عمه بيقطعوا بعضهم. لكن سليم بيقول لهم ان انا اللي هاخد الارث كله وانا اللي هوزعه بمعرفتي، وكمان هعمل لكم مرتبات زي ما حكيم ما يعملها وزياده حبتين كمان. في اللحظه دي بيبص لعمه وبيقول له ايه رايك في الكلام ده يا عم؟ فبيقول خلاص وزع الارث على 3. في اللحظه دي طبعا برنس بتبقى فرحانه جدا، لكن حكيم بيعترض وبيقول مستحيل مستحيل ان هو يتوزع 3، هيتوزع على 4. في اللحظه دي الكل بيتصدم ونوح بيبص لحكيم والكل عمال يسال حكيم ومين الرابع اللي هياخد معانا الارث؟ مش انت متنازل عن ارثك وان انت مش عايز اي حاجه؟ فبيقول ان ياسين كمان هياخد معاكم الرابع، هو اللي هيورث معاكم. في اللحظه دي الكل بيصدم وبيقول ياسين المحاسب ازاي هيورث معانا؟ فبيقول لهم حكيم ان ده بيكون اخوكم وان هو كمان ليه في الورث ده ويمكن اكتر منكم حبايب، لان هو ما ترباش في العز زي ما انتوا تربيتوا. في اللحظه دي طبعا نوح بيبص للحكيم وبيتصدم جدا ان حكيم كشف السر ده. لكن الكل عمال يسال هو صحيح الكلام ده؟ وبيروح سليم وبيسال ابوه هو صحيح الكلام اللي بيقوله حكيم ده؟ هو صحيح بيكون ياسين اخونا؟ فبيقول له نوح ايوه ده بيكون اخوكم. بعد كده بيمشي حكيم والكل بيكون قاعد مصدوم، لكن برنسة بتكون هتطق شرار بعد ما عرفت ان ليها اخ تالت. ونتفاجئ بعدها ان ياسين بيتكلم مع غراب وبيقول له ان الخطه بتاعتنا ماشيه زي ما احنا اتفقنا، واللي احنا عملناه
عملناه قبل كده، كويس ان انت اتفقت معايا عليه، وان انت كمان صدقت كلامي، وان الورق اللي انت خدته ده مضروب، وان احنا قدرنا نعمل الخطة دي على حكيم، وان هو صدقها كمان، لكن بشرط ان انت تجهز لي فيزتين لسويسرا انا وخطيبتي، واخد الفلوس منك ومن حكيم كمان. بعد كده بيقول غراب لاخوه ان الخطة اللي عملها ياسين ده عشان يبيع حكيم، وان اي حد بينخ قدام الفلوس او بيضعف قدام الفلوس، وان هو عمل كل ده عشان حكيم يثق فيه وما يصدقش ان هو ممكن يبيعه، لكن هيديني الورق اللي هيدمر حكيم. في اللحظة دي بيقولوا له بس انت دلوقتي ما تنساش طارق ابنك شهاب، لكن هو بيقول انا ممكن انسى اي حاجة، ممكن ان انا انسى طارق، وممكن ان انا اخد دي كمان، بس انفذ اللي انا عايزه. لكن واصل بيتعصب عليه وبيقول له ازاي تنساه، انت ناسي ان انا اللي موجود في البلد، وان احنا ممكن نتعاير كمان، ولو انت ما خدتش طارق ابنك انا اللي هاخده. في اللحظة دي بتقول له جلالة طارق ايه اللي انت هتاخده يا واصل، هو انت قادر تقوم من مكانك؟ في اللحظة دي بيتعصب واصل وبيقول لها اكفلي خشمك، لكن طبعا بتقول له اللي انتوا بتعملوه ده هتفتحوا على نفسكم نار جهنم. في اللحظة دي بيتضايق منها غراب وبيقول لها انا واخويا هنرجع حقنا وورث ابويا كمان، عايزة تكوني معانا كويس، مش عايزة الباب يفوت جمل. في اللحظة دي طبعا جلالة بتتعصب وبتقول شفت يا واصل اخوك بيطرد من بيتي وانت قاعد بشنباتك. بعد كده بتكون قاعدة برنسة وعمالين يسألوا هو إيه الكلام ده صح ولا غلط، معقولة يكون ياسين اخونا؟ احنا لازم نعرف الموضوع ده. لكن بحر بيقول ده ممكن يكون تمثيلية وفيلم من اللي اسمه حكيم ده، وان هو زقنا في وسطينا عشان ياخد من الارث. لكن بيقول له سليم لو هو عايز ياخد من الارث كان الارث كله معاه، يعني ممكن يطمع عليه ومنطلش منه اي حاجة، بس احنا عايزين نعرف ازاي نخلي الشخص ده ما ياخدش اي حاجة. في اللحظة دي بيقول لهم بحر ايه رأيكم لو نرفع قضية حجر على ابوك؟ وفي اللحظة دي بيقول له سليم بس ابوك مش بيملك اي حاجة غير الجلابية اللي هو لابسها، وكمان اللي اسمه ياسين ده عارف كل التجارة الخاصة بحكيم بتاع بحر كلها، يعني هو دلوقتي ممكن يستفاد بالتجارة دي. اما ان موجود الكنز اللي موجود في المغارة في الجبل ده اللي احنا عايزينه، ده كنز ممكن يغنينا عن اي حاجة، ده ممكن يشتري البلد باللي فيها كمان. المهم دلوقتي ان احنا لازم نرسم ونخطط صح، بس اهم حاجة محدش يغضب بالتاني. في اللحظة دي بتقول لهم برنسة انتوا كنتوا محترضين على ان انا اخد التلت، دلوقتي جالكوا واحد عشان يقسمنا في الارث كمان، لكن على جثتي ان الموضوع ده حصل. المهم دلوقتي ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعضينا ونجرى الفتحة كمان على الله هيقدر. وهم قاعدين يجروا الفتحة تتفاجئ برنسة ان حكيم داخل عليهم وبيجرى هو كمان معاهم الفتحة، وبتخلص الحلقة على كده، وانتظروا الحلقة الجديدة اللي هنزلها النهاردة.